بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في دنيا الاكل مع ميمة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا. هعمل نوع معين من البيتزا، هي بيتزا ستافت كراست. هنعملها مع بعض كل تفاصيلها زي المحلات بالظبط، زي المحترفين. ان شاء الله هتطلع حلوه وهتعجبكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا نص كيلو دقيق، حطيت عليه نص معلقه ملح. هحط عليه كمان هنا معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة فورية كبيرة عليها. هنا هحط هنا دي نص كوباية زبادي من اللي هي العادية، اللي هي دي كوباية الزبادي اللي هي دي نصها. خلاص كده. ده انا معايا هنا برضو لبن بودر، هحط نص الباكو ده العادي ده، ومعايا زيت زيتون هحط منه معلقتين كبار كده كده، معلقتين كبار. ومعايا 300 مللي ميه دافيه. ال 300 مللي دولت ممكن ما ناخدهمش كلهم، وممكن ناخدهم وممكن ناخد زياده على حسب الدقيق بتاعنا وعلى حسب العجينه بتاعتنا. انا هقلب المكونات كلها كده مع بعض بالمعلقه، وبعدين هبتدي اعجن بالميه وبايدي بعد ما اقلب كل المكونات كده وتختلط مع بعضها. هحط هنا دلوقتي بعد ما قلبت كده هحط معلقتين زعتر من اللي هو الجاف، بيخلي العجينه ريحتها وطعمها جميل جدا. معلقتين صغيرين قوي مش كتير. وهقلب برضو، وبعدين هنزل بالميه وهعجن. انا دلوقتي هعجن بايدي علشان املك العجينه. شايفين حبايبي هنا انا خلاص هلم كده بايدي بقى، وهنزل بالميه بتاعتي الدافيه مش السخنه قوي علشان الخميره ما تقطعش مني والعجينه تخمر وتبقى كويسه ان شاء الله. هحط شويه ميه وهعجن بايدي، هلم كده بسم الله. هلم كده، هحط شوية مية تاني. انا كده خدت ال 300 مللي مية، اما نشوف هتبقى محتاجة تاني ولا لأ. هنحط مية تاني. انا حطيت كمان 200 مللي مية في المعيار، وهعجن المية على قد ما تاخد العجينة وتتشكل معايا، تبقى عجينة وتلم من البولة. يبقى هنا كده انا استكفيت مية، ملهاش معيار محدد، لان في دقيق بيبقى كل دقيق ليه نوع معين بياخد كمية المية بتاعته معينة. هحط لسه كمان شوية مية تاني كده بالمنظر ده. لسه عاوزة شوية كمان. شايفين حبايبي هنا انا لميت خلاص العجينة معايا كده، وخدت حوالي 100 مللي كمان، يعني هنقول في حدود كوباية ونص مية. انا كده خلاص. بصوا هي ايه الدليل على انها خلاص كده استكفت؟ انها خلاص طلعت من الجناب بتاعت البولة، والبولة هي بقت نضيفة قدامي. انا هاخدها بعد كده على السطح عندي، وهعمل ايه؟
لازم اعجن فيها كويس قوي. انا كان ممكن اعجنها في العجان بتاعي، بس انا عايزه اوريكم ان انت لو مش عندك عجان ممكن تعجنيها عادي خالص بايدك. فهنا هفضل اعمل فيها كده كتير على السطح بقى، وبعافيتك كده، ما تستخسريش عافيتك فيها ابدا. اعجنيه، ولما تلاقيها لونها غير وافتح وبقت العجينه من غير اي تشققات، بقت ناعمه وجميله، تبقى انا كده خلصت. يبقى انا هعمل فيها كده مش اقل من 10 دقايق. حبايبي خلاص كده انا بصوا عجنت فيها ازاي، وبصوا بقت عامله ازاي. انا بقالي 10 دقايق بالظبط بعجن فيها وبعمل فيها كده، بفتح فيها كده. الفتحه دي هي اللي بتخليها عجينه لينه وبتنجح معاكي وبتخمر معاكي كويس. خلاص انا كده هلمها بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده. خلاص هي العجينه دلوقتي بصوا شايفين لونها، بصوا لما اعمل فيها كده بصوا بتعمل ايه اهي. عجينه لينه معاكي جدا وبتفتح معاكي جدا، ومفيش اي مشكله فيها، ان شاء الله هتطلع ناجحه معاكي. هلمها كده، هدهن البوله بتاعتي شويه زيت هنا كده، هدهنها زيت خفيف كده، واجيب العجينه بتاعتي اعمل كده واروح حطاها هنا في البوله، اغطيها بكيس تلاجة بالبلاستيك فيلم اللي عندك، مش مشكله اي حاجه كده، واحط عليها فوطه واسيبها تخمر. احط عليها الفوطه كده واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما نجهز بقيه حاجتنا. حبايبي وهي العجينه بتخمر انا دلوقتي هعمل الصوص بتاع البيتزا او صلصه البيتزا. انا هحط هنا معلقتين زيت كبار من زيت الزيتون، واسيبه يطفى شويه، وبعدين هنزل هنا. انا هنا عندي كوبايه صلصه طماطم انا عاملاها متركزه جاهزه، وعليها فصين توم مفرومين، هنزل بيهم على الزيت كده وهقلب. وهحط معلقه زعتر ناشف وشويه ملح وشويه فلفل، واقلبها واسيبها تغلي غلوتين. هي متصلصه جاهزه مش هتاخد وقت، وكده تبقى الصلصه بتاعتنا خلصت وجهزت. وهنعمل بعد كده الحشو بتاعتنا. حبايبي انا هعمل بقى هنا الحشو. انا حطيت الوك على النار وعليه وفيها معلقتين زيت او 3 معالق زيت كبار، وهنزل بالفراخ. انا هعملها بالفراخ، قطعت شويه صدور فراخ كده قطع صغيره ومتبلاها بالملح والفلفل وميه البصل، وهنزل بيهم على الوك وهشوحهم تشويح كده. انا هنا مقطعه بصل حلقات او جوانب وفلفل الوان وفلفل حامي، وهنزل بيهم على الفراخ بتاعتي بعد ما اتشوحت شويه. تمام كده. الصلصه دي باخدها على طول على الحشو، دي حالها كده بس بعد ما تستوي مع بعض شويه. رشه ملح وفلفل اسود معاها، واسيبها تتشوح مع بعض تاخد من الطعم بتاعها كله مع بعضه. خلاص كده انا الخلطه بتاعتي جهزت. انا مش عاوزاها الخضار بتاعي ده يستوي قوي ويبقى مهري، عاوزه طعمه يبقى كرانش كده، يعني يبقى طعمه باين في البيتزا وانا باكلها كده. انا هطفي عليها واسيبها تبرد، وبعدين بقى نشوف العجينه بتاعتنا اخبارها ايه. طبعا زمانها ان شاء الله خلت. حبايبي تعالوا بقى هنا احنا هنفتح على العجينه بتاعتنا ونشوفها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر ما شاء الله. شايفين العجينه ملت البوله ازاي؟ ما شاء الله. شايفين؟ بصوا ما شاء الله خمرانه وجميله جدا جدا. دلوقتي انا هاخدها
هاخدها على السطح بتاعي كده بالمنظر ده. هرش بس كده شوية زيت على السطح اللي انا هفرد عليه كده بالمنظر ده اهو. وهعمل ايه بالراحة كده وبهدوء، هفردها بالنشابة دايرة كبيرة على قد الصينية اللي انا هعمل فيها. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا الاول جبت الصينية بتاعتي دهنتها زيت، وهعمل ايه الحاجة بقى المهمة جدا في تسوية البيتزا. انا هنا معايا ده سميد البسبوسة الناعم، هرش منه شوية في الصينية بعد ما دهنتها زيت، وده اللي بيخليها زي بتاعة المحلات بالظبط. هبطنها كده بالمنظر ده معايا اهو. انا بعمل لكم الخطوات كلها قدامكم علشان تطلع معاكم زي الفل. بصوا خلاص كده اهي، دي اتبطنت كده خلاص، هنرمي زيادة والصينية كده معايا جهزت. هعمل ايه بقى؟ هفرد العجينة بتاعتي على مش على قد بقى الصينية، لا هفردها اكبر من الصينية شوية. هجيب النشابة وافردها، افردها كده بسم الله. هعملها دايرة كبيرة وهوريكم سمكها هيبقى عامل ازاي كده. بالمنظر ده هوريها لكم بعد اما افردها. شايفين حبايبي انا فردتها قد ايه؟ ادي سمكها اهو معايا، بصوا يعني حوالي مل سنتي كده بالمنظر ده. هجيب الصينيه بتاعتي كده واحطها في النص. انا مش هقطع على قد الصينيه لان انا عاوزه هحشي الاطراف بتاعه البيتزا بتاعتي، هحشيها الصوابع الجبنه الموتزاريلا علشان تبقى زي بتاعه بره بالظبط. انا هوسع كده وهجيب السكينه وهقطع يعني الحواف كده بعيد شويه عن الصينيه بالمنظر ده. لو انتوا شايفين هتبقى ماشيه معايا كده بالمنظر ده كده خلاص. وهلم دول اللي هما الاطراف دي، هلمها واحطها على جنب واسيبها ترتاح. انا مش هرميهم طبعا، هسيبها كده على جنب واغطيها هتخمر تاني معايا. هرجع افرد دي تاني برضو عشان انا عاوزه البيتزا بتاعتي تبقى كبيره شويه عن الصينيه اهي. وبعد كده هاخدها على النشابه بالمنظر ده كده، هلمها كده على النشابه بتاعتي. شايفين بتتلم ازاي كده؟ وهجيب الصينيه وهفردها كده بالراحه خالص على طرف الصينيه بتاعتي، وهعدلها تاني لما احط. شايفين انا عملتها ازاي اهي، متغطيه كده بالمنظر ده اهي. وهفرد كده شويه من الاطراف علشان تديني المساحه اللي انا عاوزاها. شايفين كده بالمنظر ده. وهنزل بقى الصينيه كده معايا اهي كده عشان تتبطن للصينيه كلها. ما تخافوش ابدا من اي قطع فيها، مش هيحصل اي حاجه خالص ان شاء الله. تمام كده. انا عندي اهو قاع الصينيه كده خلاص. بالسكينه كده اشقق منها او بالشوكه كده افرمها بالمنظر ده. وهجيب الصوص بتاعي بتاع الصلصه اللي هو بتاع
بتاع الصوص بتاع البيتزا، وهحط هنا كده بالمنظر ده، واجيب الفرشه وافرد. هشوف ولو عوزت تاني نحط بالفرشه كده، هفرد. حطيت خلاص الصوص اهو. انا بقى عندي ايه؟ صوابع الجبنه الموتزاريلا انا قطعتها كده، وهحطها في حروف الصينيه داير داير بالمنظر ده كده اهي، كده كده. هي بتاخد شكل الصينيه، مفيش مشكله خالص معايا. هعمل ايه بقى؟ هجيب الحروف وانزلها على الجبنه كده، يعني وازق كده على جنب الصينيه كده اهو. العجينه معايا طريعه وجميله اهي، شايفين كده بالمنظر ده. نحط هنا حته جبنه في الحته الفاضيه اهي، نحشرها كده اهي، شايفين. نحط هنا كمان حته كده، الحته الفاضيه نحط فيها، مفيش مشكله خالص. كل ما بتحطي الجبنه طبعا كل ما النتيجه بتكون جميله جدا اهي. حط كده. احنا خلاص ايه، عملنا الحرف بتاعنا خلاص كده اهو. هندوس عليه بقى من كل ناحيه علشان خاطر يثبت معانا اهو كده بالمنظر ده كده. دوسي بقى كده اهي، مش هيجرى لها حاجه خالص، ما تخافيش اهي كده تمام اهو. نجيب بقى ايه الصوص بتاعنا بالفرشه كده، ونعمل الحرف بالمنظر ده. انا بس هطول عليكم شويه، الفيديو طويل شويه، بس انا عاوزاكم تعملوا البيتزا بالخطوات دي خطوه خطوه، عشان تعملوا بيتزا ناجحه في البيت واحسن من بره، ومش هتشتروها ولا تاكلوها تاني من بره. والتكلفه والله ما يعني ان احنا حاجتنا موجوده في البيت وخلاص اهي كده. خلاص كده ماشي، خلصنا كده اهو. انا خلاص كده خلصت دهنتها كلها، عندي الحروف خلصت. هعمل ايه بقى؟ هجيب الحشو بتاعي اللي انا حضرته، اللي هو الفراخ بالحشوه بتاعتي اهي. هنزل بيها كده كلها، وهفرد كده في الصينيه. هحط شويه بيتزا، شويه موتزاريلا قصدي، هحط شويه موتزاريلا كده، وارجع ازود الحشوه تاني. انا عاوزه الجبنه الموتزاريلا تمط معايا زي بتاعه المحلات بالظبط كده، وازود الحشوه تاني تمام. خلاص كده هعمل ايه؟ انا هحطها كده في الفرن، هسخن الفرن وادخلها على الشبكه واسيبها تدخل في السوا، وقبل ما اخرجها خالص هطلعها وارش عليها رشه موتزاريلا تاني. انا هحطها في الفرن ونرجع لكم. بس شايفين طبعا منظرها بيقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله، هتبقى تحفه باذن الله. انا هسيبها بس مسافه ما اولع الفرن ويسخن، هسيبها بتاع حوالي 5 دقايق كده في الصينيه. انا كده حبايبي خلاص سخنت الفرن، هدخلها على الشبكه في النص، درجه الحراره تكون 250، واول لما تدخل في السوا وقبل ما اطفي هخرجها زي ما قلت لكم، وهنحط مع بعض الموتزاريلا تاني. نيجي بقى الحته اللي انا طلعتها من العجينه بتاعتي، شايفين كده اهي خمرت تاني. هعمل ايه بقى؟ انا هعملها دي ميني بيتزا. بصوا هفردها برضو كده، يعني انا مش هرمي حاجه طبعا، يعني مبدئي ان انا مرميش حاجه ابدا من اللي انا مكلفاها وتعبانه فيها. فطبعا ايه، نعمل كل حاجه مع بعض، ندبر ونوفر ونعمل كل حاجتنا في بيتنا.
اي حاجة عندي بقى انا هقطع كده بالمنظر ده. من البيتزا اللي احنا بنجيبها من الافران، اي تقطيع اي حجم اهو كده كده. هخلصها. شايفين انا العجينة اللي فضلت عملت منها كام واحدة صغيرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هجيب ايه بقى الصوص بتاع البيتزا ده وهدهنها كلها. ماشي. احط بقى طرنشات طماطم على كل واحدة، وطرنشات فلفل. اي حشو عندك، دي زي بتاعة الافران، مش هندق فيها يعني. كده بالمنظر ده. حطي بقى الفلفل. عندك زيتون حطي، انا ما لقيتش بصراحة عندي زيتون اسود. هنحط بقى ايه الجبنة الموتزاريلا فوق الوش، وهتبقى احلى ميني بيتزا في الدنيا. تمام كده. خلاص انا الميني بيتزا بتاعتي جهزت. اول لما هتطلع التانية من الفرن هنحطها تستوي هي كمان. شايفين حبايبي انا هنا طلعت البيتزا بتاعتي من الفرن، هي قربت على السوا. عشان كده انا هحط بقى ايه الجبنه الموتزاريلا فوق الوش، وهسيبها بقى ايه تكمل السوا بتاعها كده. الموتزاريلا اهي، كل ما تكتري الموتزاريلا كل ما تبقى النتيجه جميله جدا. بس كده. هدخلها بقى الفرن تاني تكمل السوا بتاعها وتطلع وبألف هنا وشفا. حبايبي شايفين هنا انا طلعت خلاص البيتزا بتاعتي من الفرن، وهي منظرها وشكلها وهي مستويه زي الفل. انا هعمل ايه، هقطع بس جزء منها كده عشان اوريكم قد ايه هي ناجحه الحمد لله. شايفين كده بالمنظر ده، وهتشوفوا الحروف بتاعتها المحشيه جبنه. بصوا حبايبي عامله ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجبنه بتاعتي عامله ازاي، شايفين البيتزايه بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. جبنه مطاطه ومن كل ناحيه. عندنا هنا الجبنه محشيه، بصوا نازله ازاي منها. شايفين حبايبي زي الفل، ولا تفرق حاجه عن البيتزا بتاعت بره. هطلع لكم دلوقتي الميني بيتزا ونشوفها مع بعض هي كمان عامله ازاي. ادي كمان حبايبي الميني بيتزا اهي طلعتها وزي الفل ما شاء الله. شايفين قد ايه هي مستويه، وشايفين الناحيه التانية. انا بس عايزه اوريكم هي عامله ازاي من تحت. شايفين السوا بتاعها جميل ازاي. ده بنتيجه ايه بقى؟ سميت البسبوسه اللي انا رشيته عليها. وادي البيتزايه بتاعتي تجنن، روعه تحفه. شايفين بسم الله ما شاء الله جامده جدا. اعملوها وانتم مطمنين ان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه وجميله، ومش هتشتروها من بره تاني ابدا. انا خلصت الفيديو بتاعي، ويا ريت ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من دنيا الاكل مع ميمة. مع تحياتي والسلام عليكم.